مارسيل كولر وفوائد استثنائيه من مباراه البنك الاهلي، زي عوده المصابين، زي اللعيبه اللي اخذت ما كانتش بتاخد بقالها فتره، زي راحه اللعيبه المهمه زي علي معلول وكهربا ومحمد هاني وحسين الشحات، بصرف النظر في اصابات ولا لا، بس ان شاء الله اللعيبه كلها جاهزه لكاس العالم للانديه. مباراه الفوائد منها كبيره جدا جدا جدا، زي الكلين شيت، زي مشاركه اللعيبه زي ما قلنا، زي عودة لعيبة كتير من الإصابات، طاهر محمد طاهر بيرستاو. بصراحة فوائد كبيرة جدا 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 لمارسيل كولر في مباراة البنك الأهلي، وثلاثة بونت مهمين جدا لاستمرار عودة اللقب للجزيرة. مليون مبروك لكل جمهور النادي الأهلي الثلاثة بونت. هنتكلم في كل التفاصيل مع بعض، بس في الأول كده حابب أقول إن أنا هيظهر قدامنا في الأجواء في الفترة اللي جاية، ده أنا مش متأكد منه بس عندي إحساس كبير جدا هيظهر مشاكل كبيره جدا، منهم علقه الموت اللي الراجل واخدها بتاع الزمالك تقريبا كده. البروف واخد علقه موت قبل المباراه، وشفنا طبعا اللزق اللي على وجهه. بصراحه اللزق في اماكن يعني صعب نقول ان الراجل كان بيصلي مثلا وحد داس على دماغه. يعني بصراحه انا حاسس ان الموضوع فيه علقه موت، وبصراحه يعني الراجل اللي ماسك النادي تتوقع منه اي حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ناس في الدنيا جمهور الكرة مع أبو علي. مليون مبروك مبدئيا للأهلاوية، المكسب الكبير جدا على البنك الأهلي. مش بنتيجة كبيرة، بهدف، بأقل الفرص، ويعني بأقل الإمكانيات وبأقل مجهود، بس الراجل النهارده استفاد من كل حاجة في المباراة، كل حاجة حرفيا في المباراة. استفاد من حماس اللعيبه اللي مش بتشارك وبدأ بيها النهارده، استفاد بالناس اللعيبه كلها عايز تثبت وجودها، استفاد بالمنافسه اللي هو عملها في الفرقه. اراح علي معلول، اراح حسين الشحات، اراح محمد هاني، اراح تقريبا كل الفرقه. عوده عمرو السوليه، عوده طاهر محمد طاهر، عوده بيرستاو، بشكل كبير جدا. الراجل النهارده استفاد من كل لحظه في المباراه، من كل ثانيه في المباراه. وعلى الرغم من كده، على الرغم ان الهدف بيبقى مقلق في بعض المباريات، ان احنا ممكن يحصل تعادل او يحصل تعثر، بس الحمد لله النهارده الواحد قاعد طول المباراه مطمن. نص الملعب قايم بدوره، المساكين قايمين بدورهم، الشناوي ما راحش عليه حاجه مؤكده، وكل الكور العاليه كان متالق فيها بشكل كبير وكان بيحسمها بشكل كبير لصالحه. الراجل النهارده اثبت ان هو مدرب هيكون عبقري في النادي الاهلي. مش بقول ان هو عبقري عشان ما حدش يطلع يقول لي ان انت بتقول عليه عبقري، لا، لسه بدري قوي. عنده كاس العالم للانديه، المدرب عندنا بيبقى عبقري لما بيشارك في كاس العالم للانديه اكتر من مره، بيحقق مركز كويس، وبيحصل على بطوله افريقيا، وبياخد دوري وكاس وسوبر، وبيجمع بين البطولات زي ما عمل جوزيه. لازم تجمع عدد البطولات في موسم كامل زي ما عمل جوزيه عشان ابدا اقول عليك عبقري واسطوره في النادي الاهلي. بس الراجل على الطريق الصحيح. النهارده استفدنا بشكل كبير جدا 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 من المباراه وشكلها. مباراه البنك الاهلي في الغالب بتبقى مباراه دمها تقيل، ودايما بتيجي بعد بطوله كبيره او مباراه كبيره. وانا كنت قلقان جدا من نشوه اللعيبه بالفوز على الزمالك 3-0. اما تفوز على فرقه كبيره زي نادي الزمالك 3-0 في مباراه القمه وتزود الفارق وتخش باريحيه ان فيوتشر اتعادل المنافس الرسمي حاليا، وبعد كده الزمالك اللي هو المنافس اللي وراه خسران من غزل المحله وعنده اقاله في المدرب وعنده مشاكل كبيره جدا. انا كنت خايف جدا من تراخي اللعيبه، بس الراجل قدر يدخل لعيبه عايزه تثبت نفسها، عايزه تاكل النجيله اكل علشان تثبت نفسها، زي مروان عطيه، زي كوكا، زي يعني لعيبه كتيره، يعني تقريبا 6 تغييرات كامله في الفرقه. الراجل النهارده بصراحه مدرب الاهلي اقنعني جدا وعجبني جدا في مباراه البنك الاهلي، وقدر ياخد الثلاثه بونت باقل مجهود، وقدر يدخل ناس جديده في الفرقه، وقدر يرجع الناس اللي راجعه من الاصابه زي بيرستاو وطاهر محمد طاهر والسوليه. شفنا لعيبه كتير جدا الاهلي استفاد بيهم النهارده ان هم دخلوا في الفرقه، وان شاء الله الفتره اللي جايه الاهلي هيكون كامل، مش هيبقى فيه غير كريم فؤاد اللي ربنا رجعه بالسلامه، ومصطفى شوبير اللي ربنا رجعه بالسلامه، واكرم توفيق. هم دول الثلاث اصابات الطويله. ان شاء الله ما فيش اصابات طويله الفتره اللي جايه في الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيشرفنا في كاس العالم للانديه، وهتكون مباراه نيوزيلاند سيتي ان شاء الله هتكون هي المباراه الاهم بالنسبه لنا الفتره اللي جايه وهنركز عليها. وزي ما قال كولر، انا مش بقول ان انا هروح اخد كاس العالم للانديه او هحقق مركز ثالث او رابع، انا رايح باخد مباراه مباراه، ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، اكسب مباراه ابدا افكر في اللي بعدها. وده اللي عاجبني في المدرب بصراحه، الراجل بيفكر بذكاء جدا وبيقدر يستغل كل لحظه
في اي مباراه وفي اي تشكيل، وبيقدر يدعم كل اللعيبه، وعامل حاله بين اللعيبه ومنافسه. بصراحه مليون مبروك علينا كولر، مليون مبروك علينا اللعيبه وادائها في الملعب النهارده. 3 بونت مش مقنعين بالنسبه لنا بشكل كبير. احنا بنحب الاهلي يلعب ويكسب 5 و4 و3 زي ما حصل في المباراتين اللي فاتوا قدام بيراميدز والزمالك، بس ان شاء الله ان شاء الله الاهلي ماشي على خطى ثابت، وان شاء الله الراجل بيعمل كل اللي هو عايزه في الكوره، وبيقدر يسير المباريات كلها تكتيكيا زي ما هو عايز، وده اهم حاجه بالنسبه لي بالنسبه لمدرب النادي الاهلي. نيجي بقى لمباراه الزمالك وغزل المحله. 90% من جمهور الكوره في مصر اهلاوي زملكاوي كان عارف ان الزمالك هيتعثر قدام غزل المحله بدون شك. إقالة البروف متحددة من مباراة الأهلي، واتأجلت لتعثر المحلة أو لأول تعثر، لأن طبعا طبيعي في الكورة إن الزمالك كان ممكن يفوز النهاردة. بس بكل أمانة الراجل ده المفروض كان إن هو مقال بعد مباراة الأهلي، بس قال لك ما ينفعش علشان ما يتقالش خسر القمة فأقلوه، والكلام ده مفيش منه في الكورة. الحاجة بقى الغريبة اللي لفتت نظري النهاردة، اللزقة اللي هنا واللزقة اللي هنا، البروف مش بيصلي وحد داس على دماغه. لا اكيد لا، البروف مش عامل حادثه عربيه، البروف مش واقع من على البسكليته، البروف واخد علقه موت. وده اللي احنا هنشوفه في الفتره اللي جايه. وانا اعتقد ان مدرب اجنبي من يعني زي البروف عنده محامين وعنده، هنشوف في الفتره اللي جايه في الاجواء. انا متاكد من الكلام اللي بقوله لكم، بصرف النظر عن الشرط الجزائي والمستحقات الماليه للراجل دوت اللي هتعمل مشاكل كبيره في نادي الزمالك. الراجل ده هيعمل مشكله كبيره في نادي الزمالك بسبب الاصابات اللي باينه في وجهه، والله اعلم في اصابات ايه مستخبيه تحت الهدوم. انا مش بجزم بحاجه ومش بنتقد حد ومش بهاجم حد، بس الراجل بتاع اللي ماسك اللي مسؤول عن نادي الزمالك توقع منه اي شيء. انا عن نفسي على المستوى الشخصي بتوقع منه اي شيء. اتمنى ان احنا ما نكونش مدرب قدير زي دوت ما نكونش تسببنا له في اهانه، واتمنى ان يكون انا شكي مش في محله. بس انا متاكد ان الراجل ده حصل له مشكله كبيره جدا، ان لم تكن داخل النادي هتكون بره النادي. الراجل الاصابه في كذا مكان، محدش يقدر يجزم حاجه، محدش شاف حاجه بعينيه، ما فيش حاجه طلعت للاعلام. بس انا بقول لكم الفتره الجايه لو في حاجه من النوع ده هتظهر للاعلام الفتره اللي جايه، وهنبدا نشوفها على الساحه بشكل كبير، وهتسبب مشاكل كبيره جدا لنادي الزمالك هو في غنى عنها، لان نادي الزمالك اوريدي موجود فيه المشاكل من وقت ما الراجل بدا يطلع يتكلم من جديد في الاعلام، من وقت ما الراجل بدا يطلع يصدر للعيبه الروح السلبيه، للمدرب، للاداره الفنيه. الراجل من وقت ما ظهر تاني على الاعلام، وده كان شرط فيريرا واللي نجحه السنه اللي فاتت واللي قبلها، واللي نجح الزمالك واللي نجح اي مدرب قبل فريرا في الزمالك، ان الراجل دوت ما يطلعش يتكلم في الاعلام، ان الراجل دوت يسيب الامور ماشيه زي ما هي ماشيه. من وقت الراجل ده ما طلع يتكلم وصدر الروح السلبيه للعيبه وللاداره الفنيه جوه نادي الزمالك، الراجل ده السبب الرسمي في اي حاجه بتحصل في نادي الزمالك. وانا بقول لكم كلام انا عارفه. فريرا مدرب عارفين ان هو مدرب عنده امكانيات كبيره جدا، انتقدته اكتر من مره، وعنده مشاكل كبيره جدا في الفتره الاخيره، اللي انا متاكد ان المشاكل دي متعمده. انا متاكد ان الراجل ده بيتعمد المشاكل علشان يمشي. من وقت الراجل ده ما ظهر على الساحه، لو حسبناها مع بعضينا، الراجل كان مثلا ممكن 5-6 ماتشات يلعبهم يغلط غلطه في ماتش. الراجل بقاله بالظبط كده من اول السنه الجديده وهو كل ماتش بيتسبب في خساره الفرقه، وبشكل مستفز، يعني بشكل واضح، اللي هو اما اللعيبه مش عايزاك وعايزه تمشي فما بتأديش في الملعب وما بتنفذش اللي بتطلب منها عشان يمشوك، اما انت عايز تمشي فبتبدأ تلعب في الفرقه وتغير في التكتيك وتغير في طريقه اللعب، يبان ان الفرقه انت السبب في المشكله فيها، فبالتالي الاداره تقيلك زي ما حصل النهارده. لغط كتير هيحصل الفتره الجايه في نادي الزمالك. خليكم متاكدين من الكلام اللي انا بقوله لكم ده، لان الكلام ده مش احساس، الكلام ده يعني حاجه ظاهره للجميع. طبعا الكابتن اسامه نبيه هيكمل الموسم، بصرف النظر اتمنى له التوفيق ولا لا. كابتن اسامه نبيه انا قلت قبل كده وعملت فيديو قلت ان مدرب مصري اهلي وزمالك او منتخب مصر مستحيل ينجح. انا بقول لكم مستحيل ينجح، لان المدرب المصري شخصيته صعب جدا تتماشى مع متطلبات جمهور نادي كبير زي النادي الاهلي او نادي الزمالك او جمهور كبير زي جمهور منتخب مصر.
المشكله مش هتبقى في الكابتن اسامه نبيه، المشكله هتكون في كواليتي المدرب المصري. المدرب المصري ما ينفعش يدرب فرقه كبيره جماهيريه زي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر زي ما قلت قبل كده. والكلام ده مش في مصر بس ومش في الكره المصريه بس، الكلام ده تقريبا في العالم كله. من الصعب جدا انك تلاقي لعيب سابق في فرقه. يعني هنعمل مثلا استثناء لتشافي مع انه لسه برضه ما نجحش، بس مثلا يعني كل الفرق الكبيره في الغالب بتجيب مدرب كبير يعمل الفرقه ويشتغل عليها، وبيكون معاه مساعد لاعب سابق زي ما كان حاصل ان كان البروف مع الكابتن اسامه نبيه كمساعد. طبعا اصلا خروج الكابتن اسامه نبيه من مساعده البروف كان بسبب مشكله اصلا برضو ما ظهرتش للاعلام. غريب جدا انك تروح تجيبه بعد ما مشيته من الاداره الفنيه او من مساعده البروف تمسكه مكان البروف. بصراحه انا شايف ان موضوع اقاله البروف موضوع وراه حاجات كتيره جدا ومشاكل كبيره جدا هتظهر في الساحه الفتره اللي جايه. اتمنى ان انا اكون لخصت لكم اللي حصل النهارده بشكل كويس وتكونوا قدرتوا تفهموا وجهة نظري. واتمنى ان كل الناس تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لها كل جديد من الكوره مع ابو علي. ونصلي على النبي واشوفكم على الف خير. سلام.